مين ما يحب البخاري؟ وكيف لو كان على أصوله؟ في البداية حنسخن كمية طيبة من السمن، ننزل بجزر مقطع شرايح ونقلبه تقريبا دقيقة، وهذا الزبيب الجميل من وزين، متجر متخصص في البهارات والبقوليات والسكر والملح وكل أنواع الرز، كل شيء مرتب ومغلف ونظيف زي ما تحبوا أكثر. نضيف الزبيب ونقلب كمان دقيقة، وبعدين نشيلهم على جنب. نضيف قطع الدجاج ونحمرها من الجهتين، بصل شرايح ونقلب، جزر مبشور ونقلب. طبعا الملح عند وزين ملح بحري طبيعي حاصل على شهادة معتمدة، هذا الملح البحري الخشن وفيه المجروش. أبغاكم تجربوه وتعرفوا قد إيه يفرق في الطعم لما تستخدموا الملح الطبيعي في أكلكم. ومتوفر في متجر وزين جميع أنواع البهارات الحب والمطحونة. نضيف كمون حب وفلفل أسود حب ونقلب، عصير طماطم، معجون طماطم، ونخليهم على نار هادية تقريبا 5 دقائق يتسبكوا. وآخر شيء نضيف الموية، نغطي على نار هادية لين يستوي الدجاج. في هذا الوقت أنقى رز بسمتي مزة من وزين. طبعا عندهم كل أنواع الرز. الصدمة اللي حيفاجئكم في متجر وزين هو الأسعار، وعندهم كمان توصيل سريع. بعد ما استوى الدجاج أشيله وأدهنه بخلطة أكتب لكم هي تحت، وأحمره في الفرن. أضيف الرز بعد ما نقعته وغسلته وصفيته، وأول ما يغلي أوطي وأغطي لين يستوي الرز. شوفوا لي الجمال، جواهر، والريحة خيالية. وهذه قطع الدجاج بعد ما تحمرت، وكشنة الجزر مع الزبيب، وجهزت يا سيدي. نقول بسم الله. قولوا لي تحبوا البخاري أكثر مع اللحم ولا الدجاج؟ أنا لو آكله كل يوم ما أقول لا. صراحة عجبتني نوعية الرز، مرة ممتاز، مرة لذيذ. هذا البخاري الصح لأصوله.